ازيك يا بطل؟ انت دلوقتي داخل على محطة تغيير حقيقي. هنا في تطور. احنا مش بس بنتكلم على الانتاجية، احنا بنبنيك من جديد. لو ناوي تخرج من الفيديو ده بشيء يغير يومك وحياتك، يبقى ركز، لان اللي جاي هيفرق كتير. أهلا بيكم معانا. أنا أحمد. وأنا سلمى. النهاردة هنتكلم في موضوع أعتقد بيلمس ناس كتير قوي، وأنا أولهم بصراحة. اللي هو ليه دايما لما نبدأ حاجة جديدة، أي حاجة بقى، جيم، كورس جديد، نتعلم تصوير مثلا، نبقى متحمسين جدا في الأول، حماس البدايات ده معروف. وبعدين فجأة يومين ثلاثة بالكتير تلاقي الحماس ده كله اتبخر. خلاص. رجعنا تاني لنقطة الصفر كأن مفيش حاجة حصلت. إيه الحكاية؟ تمام. دي فعلا ظاهرة يعني شبه عامة، والمصادر اللي معانا النهاردة بتتكلم فيها بالتفصيل شوية. حلو قوي. الفكرة إن الموضوع مش بس كسل وخلاص زي ما كتير بيفتكروا. لا، أمال إيه؟ المصادر بتشير لحاجة أعمق شوية ليها علاقة ببرمجة عقلنا نفسها. بيقولوا في زي زرار أمان كده جوانا. الزرار أمان؟ يعني إيه؟ يعني العقل بطبعه بيحب اللي متعود عليه، منطقة الراحة بتاعته. أي حاجة جديدة حتى لو هي حاجة كويسة ومفيدة بيعتبرها مجهود زيادة أو خروج عن المألوف. فبيحاول يرجعنا للي احنا عارفينه؟ بالظبط. بيقاوم التغيير ده بشكل يعني شبه تلقائي. عشان كده بنلاقي نفسنا بنزهق بسرعة أو نفقد الشغف. فهمتك. طيب المصادر بتتكلم عن حاجة تانية برضو، ربط غريب كده بنعمله ساعات، اللي هو حتة إننا لازم نبدأ وإحنا جامدين قوي. يا إما أبدأ وأنا بروفيشنال وشغلي مثالي من أول يوم، يا إما بلاش أحسن واستنى بقى لما أبقى جاهز. ودي بقى كارثة لوحدها. فكرة الكمال أو لا شيء دي هي دي. المصادر بتحذر منها جدا، لأنها بتشل الواحد تماما. عشان كده الطرح الأساسي اللي بتقدمه هو تغيير الفكرة دي خالص، نغيرها بإيه؟ بشعار بسيط كده: ابدأ حتى لو نص نص. نص نص؟ أيوة، يعني ابدأ حتى لو مش جاهز 100%، حتى لو عارف إن أول شغل هتطلعه مش هيبقى أحسن حاجة. مم. زي مثال الفيديو الأول اللي ممكن يطلع مهزوز شوية، أو أول رسمة شكلها مش مظبوط. مش دي القضية. طب وهنا ممكن حد يقول لو بدأت نص نص كده، مش ده ممكن يخليني أحبط أسرع لما أشوف النتيجة مش قد كده؟ سؤال حلو. المصادر بتقول إن ده طبيعي ومتوقع جدا في الأول، بس الأهمية كلها مش في البداية المبهرة دي، الأهمية في إيه؟ في الاستمرارية، إنك تكمل. المصادر بتأكد إن اللي بيوصل فعلا هو اللي بيقع ويقوم ويكمل، مش شرط اللي بدأ بداية صاروخية وقف بعدها. يعني مجرد فعل البداية نفسه حتى لو بسيط هو ده المهم؟ بالظبط، هو ده اللي بيكسر الحاجز النفسي وبيخلي خطوة بكرة أسهل سنة من النهاردة. الفعل بيجيب فعل، واخد بالك؟ جميل. طيب نيجي للنقطة العملية بقى، إزاي نضمن الاستمرارية دي؟ المصادر بتقترح إيه؟ النقلة المهمة هنا واللي المصادر بتركز عليها قوي هي إننا ما نعتمدش بس على قوة الإرادة. ليه؟ ما هي الإرادة مهمة برضه. مهمة طبعا، بس المصادر بتشبهها بالبطارية اللي بتفضى. ما ينفعش نعتمد عليها لوحدها طول الوقت. أمال نعتمد على إيه؟ على بناء أنظمة صغيرة ومستمرة، حاجات بسيطة جدا نقدر نعملها كل يوم تقريبا من غير تفكير أو مجهود جبار. زي إيه مثلا؟ يعني بدل ما تقول أنا لازم أروح الجيم ساعة كل يوم، الهدف ممكن يبقى أبسط بكتير: هلعب بس 10 دقايق رياضة في البيت. أو حتى هلبس هدوم التمرين وأنزل ألف حوالين العمارة لفة واحدة. الله ينور عليك، هو ده. أو مثال الكاميرا اللي في المصادر برضو، بدل ما تقول أنا هذاكر تصوير وأبقى محترف، لا، الهدف يبقى إيه؟ يبقى أنا همسك الكاميرا دقيقتين بس كل يوم وأصور أي حاجة قدامي، حتى لو كوباية الشاي. الفكرة إن الفعل الصغير ده بيقلل المقاومة الداخلية وبيخلي الموضوع عادة سهلة مع الوقت، صح كده؟ 100% بيخلي الزرار الأمان اللي اتكلمنا عليه ده ما يبقاش قلقان قوي. والنقطة التانية بقى اللي بتكمل دي هي الصبر، الصبر مهم أكيد. وبالذات في الأول. المصادر بتدي نصيحة محددة شوية: ما تقيمش التجربة أو تحكم على نفسك أو تقرر توقف قبل ما يعدي أول 3 أيام على الأقل. إشمعنى 3 أيام؟ يعني هي مش قاعدة علمية صارمة قد ما هي ملاحظة عملية. الفكرة إن أول كام يوم دول هم غالباً مرحلة الصدام الأكبر. مرحلة المقاومة يعني. بالظبط، الجسم والعقل لسه بيقاوموا بيتعودوا، وناس كتير جداً للأسف بيستسلموا في الحتة دي. قبل ما يلحقوا يشوفوا أي نتيجة أو يحسوا إن الموضوع بقى أسهل شوية. أيوة، الإحساس بالتحسن أو إن الموضوع بقى ممكن غالباً بيبدأ يظهر بعد ما نعدي العقبة الأولى دي، يعني ممكن من اليوم الرابع أو الخامس. فالصبر في البداية دي مفتاح مهم قوي. يبقى كملخص سريع كده للأفكار الأساسية اللي المصادر بتقولها، عشان نتغلب على فتور البدايات ده محتاجين أول حاجة نغير فكرة الكمال دي،
ونقبل نبدأ حتى لو نص. تمام. تاني حاجة، نبني أنظمة وعادات صغيرة قوي ومستمرة بدل الاعتماد الكلي على قوة الإرادة اللي بتخلص. صح. وتالت حاجة، نصبر على نفسنا شوية بالذات في أول كام يوم ومنستسلمش بسرعة. بالظبط كده. وفي فكرة أخيرة لطيفة قوي المصادر بتقترحها، مش كتحدي يعني قد ما هي كتمرين للتأمل الذاتي. اللي هي إيه؟ إن الواحد يجرب يسجل فيديو قصير قوي لنفسه، دقيقة دقيقتين، يتكلم فيه عن أي حاجة بيحبها أو شغلاه دلوقتي، وبعدين وبعدين يسيبه ويرجع يتفرج عليه تاني بعد 3 أيام مثلا أو بعد أسبوع. إيه الفكرة؟ المصادر بتقول إن التجربة البسيطة دي ممكن تخلي الواحد يلاحظ بنفسه قد إيه نظرته للأمور أو حتى حماسه ممكن يختلف ويتطور حتى في فترة قصيرة، وده لوحده ممكن يبقى دافع للاستمرار والفهم طبيعة التغيير اللي بنمر بيه. فكرة حلوة فعلا وتخلي الواحد يفكر. بتتماشى مع فكرة مراقبة التقدم البسيط دي. شكرا جدا على العرض الواضح ده. العفو. لو وصلت للنقطة دي فأنت مش شخص عادي، أنت واحد من القلائل اللي بيدوروا على التطور الحقيقي. فاكر دايماً التغيير بيبدأ من قرار بسيط وأنت لسه واخده دلوقتي. ما تنساش تشترك وتسيب بصمتك في الكومنتات علشان الرحلة دي ماشية بينا سوا. استناني في الفيديو الجاي، وافتكر دايماً أنت مش لوحدك وأنت أقوى مما تتخيل.